عايزين نقع وما اقومشي وببحر اغرق ما اقومشي. انا غصب عني انا امشي واسيبكم بسكه ضلمه. ده أول سنة يتعمل في الأهرامات. اول سنه اتعمل في اهرامات، بس اللي عمل السنه اللي فاتت في قاعه المؤتمرات. إيه رأيك في الفكرة؟ ايه ده العظمه، يا نهار ابيض، وفي بعد ده؟ احنا دول الاهرامات دي واثارنا وحضارتنا وعظمتنا دي، العالم كله بيبص علينا من خلالها. احنا يعني الحاجه دي قيمتنا حضارتنا دي، الفراعنه دي قيمتنا، مخلينا احنا بنتكلم احنا. تامر حسني عمل عملية استئصال جزء من كليته، تقول له إيه؟ يا رب اشفيه وطمنا عليه، ويا رب اشفي احمد سعد باذن الله ويقوم بالسلامه، كلهم يقوموا بالسلامه. علاقتك كويسة جدا بمحمد حماقي، بتفكر تعمل معاه ديو؟ هو لازم يا جماعة، هو عشان بيحبني أو أي نجم من النجوم الكبيرة دي، شيرين أنغام العظيمة، النجمة الكبيرة شيرين اللي طبعا الصوت الجميل، الاتنين الحلوين دول لما يحبوني، أو النجم العظيم محمد حماقي أو النجم الكبير تامر حسني أو الهضبة بتاعتنا تحبني، هو شرط إن أنا أعمل معاهم غنوة؟ ده بيحبك، ده بيحب الليسي، بيحب يسمعه. طب ما هو الأستاذ عبد الحليم كان بيحب النجم الكبير أحمد عدوية، هو غنى معاه. طب وربنا كان بيروح له الحفلات يسمعه ويتفرج عليه وبيحبه، بس ما غناش معاه، بس بيحبه. انا بقى عايز حبهم، وحتى لو ما فيش ديو وما فيش الكلام ده، انا بحبهم، انا عايز مكانتهم حلوه منوره زي كده، وكل واحد يدور على نجاح. هتشارك في إيه الفترة الجاية كأهم؟ فيلم مع معمل صبحي عروسه من الصين، مسلسل مع الكينج محمد عادل امام، وان شاء الله باذن الله بقى حبه اغاني قد كده. غني لنا جزء صغير، أي أغنية أنت بتحبها، جزء صغير. عايزين نقع وما اقومشي وببحر اغرق ما اقومشي. انا غصب عني انا امشي واسيبكم بسكه ضلمه كده.